السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم في خضم كأس العالم الأقل من 17 سنة اللي تتجرى حاليا في قطر، كتر القيل والقال على المدرب نبيل بها. عندي واحد مجرد رأي شخصي في هذا المدرب. أولا، قبل ما نهضروا على المدرب نبيل بها، خصنا أولا نستحضروا المقومات ديال مدرب حقيقي. شكون هو المدرب حقيقي؟ مدرب ديال بصح. شكون هو المدرب ديال بصح؟ اش خصها توفر في هذا المدرب باش يكون نسميوه مدرب؟ اولا خص يكون على درايه بالخطط التكتيكيه، يعني ماشي ما عارف لا خطط لا والو غادي يجي يدرب، راه ما يمكنش. يعني خص يكون عنده واحد لو مينيموم ديال الخطط، اما جايبهم من مدرسه عنده ديبلوم ولا شي حاجه، ولا بحكم ممارسه ولا شي حاجه. المهم عنده خطط تكتيكيه. داكور. ثانيا خص تكون عنده واحد الكاريزما، حسن تدبير ديال غرفة الملابس، يكون تايق في راسو، عارف كيفاش يتعامل مع سميتو مع اللاعبين. لان الا ما عندوش كاريزما وشخصيه قويه ما يمكنلوش يتحكم في اللاعبين. هذا بحال الشكل ديال رجل التعليم ضروري خصو توفر فيه هذه الكاريزما وهذا باش يمكن له يتعامل مع التلامذ. نفس الشيء تا كرة، خاص مدرب يكون في مستوى انه يتعامل مع بحال مدرب ديال قبل 17 سنه، راه عنده دراري مازالين صغار، وداك الشيء خصو يعرف كيفاش يتعامل معاهم وكذا، وفي نفس الوقت يفرض عليهم شخصيه وداك الشيء باش بقى يتصنتوا ليه، وداك الشيء اللي قال هو اللي يطبق وكلشي. اذا النقطه الاولى قلنا خاص يكون على درايه بالخطط التكتيكيه. ثانيه هو خص يكون عنده كاريزما وحسن تدبير غرفه الملابس. النقطه الثالثه هو الانتقاء الجيد للمجموعه، يعني ما كاينش داك باك صاحبي ولا لا للمحاباه. كتلعب ما كتلعبش صافي ما عندي ما ندير بك. يعني خص يكون الانتقاء الجيد للمجموعه. راه الا ما كانش انتقاء جيد راه ما عمر ما تكون النتيجه. ناخذ مثلا أكاديمية محمد السادس، لنفرض ما كانتش فيها واحد الانتقائية مزيانة، واحد النزاهة مزيان، ما يمكنش تخرج لنا لاعبين في المستوى، ما يمكنش، امبوسيبل. اذا ديجا المعيار باش كيدخلوا الدراري اللاعبين صغار المؤسسة ديال الأكاديمية، ضروري تكون الموهبة ضرورية. يعني كاينه جودة اللاعب، يعني اللاعب عنده إمكانيات كبيرة باش يقدر يولي لاعب كبير في المستقبل. إذا هذه القضية ديال باك صاحبي مهمة. باش تكون مدرب واعر خصك تحيد ديك باك صاحبي. ونقطة رابعة هي حسن قراءة الخصم. وهذه قراءة الخصم كاينة في مرحلتين. أولا حسن قراءة الخصم قبل المباراة، يعني ملي تبغي تلعب مع واحد الفرقة خاصك توجد ليها، تقرا عليها، تعرف ديك الفرقة مزيان، نقاط القوة نقاط الضعف، فهمتي، اللاعبين المتميزين فيها، كيفاش كتلعب، ديك الداتا وداك التخربيق داك الشيء كامل خصو يكون متوفر. يعني انت تسلح بجميع دوك المعلومات باش انطلاقا من دوك المعلومات تعرف كيفاش توجد الفرقة اللي لعب معها، ماشي ما موجد ما والو باغي تلعب. وكاينه حسن قراءة الخصم أثناء المباراة. أثناء المباراة كيختلف مدرب مع مدرب بالحسن القراءة ديال الخصم. كاين المدرب اللي يعني غير كيدخلوا في الشوط الثاني كتبدل الفرقة، كتولي فرقة أخرى، صافي قرا الخصم، عارف نقاط القوة ديالو نقاط الضعف كدا تيلعب ليه، دونك صافي كيسالي معاه، يقدر صافي ملي تيدخل يقلب الكفه صالحو. هاد النقاط كاع اللي قلنا لحد الان حسن درايه بالخطط التكتيكيه
والكاريزما والانتقاء الجيد للمجموعة والحسن قراءة الخصم. هادشي كله اللي خصو يعني يتوفر في مدرب عادي، ماشي ديال المنتخب، مدرب ديال الفريق، مدرب ديال الفريق ولا شي حاجه. يعني مازال مدرب يلاه باغي يبدا، خاص هادشي يبدا بهادشي هو الاول باش الا بغى يتسلق المراتب. ولكن باش يكون مدرب ديال المنتخب حاجه اخرى، ماشي بحال المدرب ديال الفرق. فرقه مثلا في الدوري المغربي مثلا باغي يجيبوا مدرب، غادي يجيبوا مدرب راه تيختلف داكشي على حساب واش بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون واش هوات واش كذا، على حساب المستوى ديال الفرقه كتجيب مدرب للمستوى ديالها. ولكن مدرب ديال المنتخب، وربما هادشي اللي غنقول دابا خصو يتوفر حتى في الفرق الكبيره. الفرق الكبيره مثلا في المنتخب في الدوري المغربي خاصنا ما نجيبوش اي مدرب. المدرب ديال المنتخب خاص يكون عنده اسم، يكون مدرب محنك، مدرب سبق له حاز على بطولات والقاب، ماشي مدرب يلا بادي وتجيبو للمنتخب. راه ما يمكنش. بحال نبيل بها قلنا دابا واش عنده شي بطوله قبل، عنده شي حاجه فات له درب شي منتخب شي فريق؟ ما عندوش دابا حنا ولينا كنقلبوا تنعكسوا الايه، تنجيبوا مدرب المنتخب يتعلم حتى يتعلم عاد يمشي للفرق. راه العكس خصو يكون محنك، داز فراقي، خدا القاب وكل شيء، عنده واحد السيفي عامر، عاد اجي اخويا يدخل عندنا للمنتخب تما. الا حنا عرفناك بعدا تما نسبه النجاح في المنتخب تتكون مضمونه. اما تجي ما عندك حتى حاجه ولا بقى تريني فينا، ما يمكنش. اولا نبيل بها، نرجعوا لنبيل بها دابا. نبيل بها مدرب عادي جدا، باش ما نقولش ضعيف ولا شي حاجه، عادي، مدرب عادي الله بادي. فاش فاز باللقب ديال كاس افريقيا بصعوبه بالغه وبحظ. سمعوا لي، بصعوبه بالغه وبحظ، لان دوز بيلانتيات باش تأهل. وثاني كاين عامل ديال الجمهور، حنا نوقفوا غير عند عامل الجمهور. تعرفوا بان عامل الجمهور هو بوحدو، عامل واحد بوحدو الناس يدوا به القاب، غير بعامل الجمهور، بلا ما يكونوا لعابه واعرين، بلا ما يكون بزاف. يا ما دول خداو تنظمات كاس افريقيا في مصر داوها، في تونس داوها، في الجزائر داوها، فاسميتو في جنوب افريقيا داوها، في كوت ديفوار داوها. يعني كاع هنا يعني الميزه اللي كاينه بين قاسم مشترك ما بين هاد الدول كاملين، هي عندهم قاعده جماهيريه. يصير توفر عندك قاعده جماهيريه مزيانه ومحبه للكره، وتنظم عندك واحد البطوله خصك تديها صافي سالينا. اذا الفوز ديال نبيل بها بديك الكاس افريقيا ماشي بشي حاجه، اولا داز بصعوبه، داز ببيلانتيات في واحد الدور، ودا كاس سميتو كان تيربح ب2-1 ولا فارق ديال الهدف، ماشي ما كاينش شي حصص كبيره. اذا كان عنده شويه ديال الحظ والتواجد ديالو في المغرب وكل شيء باش خدا داك اللقب. اما بالنسبه لهاد كاس العالم اللي دابا حاليا في قطر، المباراتين الاولى والثانيه راه المستوى كان فيها كارثي بكل ما في الكلمه من معنى. والو تيبان لك اللعابه ما كايناش خطه، ما كاين كذا، العشوائيه ما كاين والو. مازال في كاس افريقيا راه كانوا منظمين واحد شويه، ولكن راه دابا راه كارثي داكشي. المباراه الثالثه مشكل اخر، لاعبين ضد كاليدونيا الجديده، راه الانتصار ب 16-0 راه والو، راه ليس بمعيار، ماشي ما كاين والو، ما كاين لا كره تما لا والو. اولا لان الفريق الخصم ضعيف بزاف، ضعيف.
هو يلاه جاي من الاستعمار، يلاه خدا الاستقلال ديالو، ولا مازال كاع ما خداش الاستقلال، في طور الاستقلال ما عندوش، زيرو بالماريس، زيرو، يلاه بادي. ثانيا راه تطردوا ليهم جوج اللعابه، تخيل لاعب معاك ناقص بجوج اللعابه، راه البرتغال كون كانت ناقصه بجوج اللعابه راه خصك تربحها بواحد 3 ولا 4. راه يعني كارثه. كاينه واحد الملاحظه مهمه، واش لاحظتوا بان الجمهور المغربي، يعني المتتبعين والمحللين الرياضيين وكاع اصحاب سميتو المنصات التواصل الاجتماعي اللي مختصين في التحليل الرياضي وما شابه، هما في الحقيقه هما اللي كيقوموا باصلاح الاعوجاج. فين ما كان شي مدرب عيان ولا عنده شي نواقص ولا شي حاجه، كتلقى الجمهور هو اللي يقادو، تبقى بانتقادات هنا وهنا حتى توصل للمسؤولين وتسمعوا وتوصلوا حتى هو ويغير من هذيك الطريقه ديالو، ولا كيتم الاطاحه به كما وقع خليلوزيتش راه احسن من الركراكي بكثير، احسن منه بكثير، ولكن قصو حيط الراس ديالو بشي حوايج وكذا، والتضارب ديالو مع الجمهور هو اللي خرج عليه. اما هو كان هو اللي غادي يمشي لكاس العالم، ولكن المعاداة ديال الجمهور صعيب عندنا في المغرب، هما اللي جراو عليه. ومن جهة اخرى ولا اخيرة هو ان واخا الجمهور تيبقى له زعما عنده واحد الفضل على الكرة المغربية فين وصلات وكيفاش تطورات وكل شيء، ولكن خاصنا شوية نقادو شي امور، خاصنا نعطيو لكل ذي حق حقه. انا باش نختم واحد شويه، لان نبيل بها لحد الان راه مازال ما تقصى. نبيل بها راه بامكانه يتاهل دابا للدور الثاني ويفاجئنا في الادوار الاخرى ويوصل للنهائي ويدي اللقب. تما غادي يبقى مشكل، تما غتبقى تيولي ديك الهضره اللي قلنا على نبيل بها غير هضره، ملي يدي اللقب صافي راه بعدك ما تقول. كلنا كنتذكروا اسبانيا في 2010 خسروا الماتش الاول ديالهم في كاس العالم، ولكن في الاخير هما اللي فازوا بكاس العالم. وبات الاخر هو الارجنتين في 2022 خسروا مع السعوديه الماتش الاول، ولكن هما اللي داو اللقب. اللي خايب هو يكون تطبال من اللي نربحوا، ويكون النقد لاذع، واخا كاينه شويه ديال الخدمه اللي ممكن تعطي الاكل ديالها من بعد، بحال داكشي اللي وقع مع محمد وهبي فيناليست ديال كوب دافريك وما جابش. تخيل انه واحد فيناليست لا كوب دافريك ورغم داكشي كان عليه واحد النقد كبير، كلشي هاجمو، ومن بعد مشى صلح الامور ديالو، ومن بعد جبنا كاس العالم. تخيل محمد وهبي كون جرى عليه جرينا عليه، كون جرى عليه فوزي القزع، كون راه ما تشوفش دابا هاد كاس العالم سميتو غيجيك مدرب من جديد وغادي يجيو بكفاءة اقل بكثير وداكشي. المهم اللي كيبان لك واحد المدرب فيه الضوء شويه وكيخدم شويه، واخا يخسر ماشي مشكل، خليه تيحاول هو غادي يجيب لك واحد سميتو. راه كاس العالم واخا نجيبوها في 20 عام راه مزيانه، راه ماشي سهله. المهم الاخوان سمحوا لي طولت عليكم شويه، وكنطلب منكم يعني شويه ديال الدعم والمسانده والبارطاج والجيم وكذا، وتقاسموا هذا الشيء مع الاصدقاء ديالكم باش هاد المنصه ان شاء الله تشهر واحد شويه وتكبر بشويه بشويه. بكم شكرا جزيلا.